ايه رأيكم النهاردة؟ انا هعمل لكم مقلوبة الخضار. بس يعني روعة بجد. تعالوا بصوا بقى كده لما اقلبها. يلا هشيل الغطا، قصدي هشيل الحلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا طلعت سخنة فهجيب المعلقة. هوريلكم بقى لما اجي اقلبها. دلوقتي بقى قلبتها. بصوا شكلها، بصوا الجمال. بتنجان، بطاطس، طماطم، بصل، كل حاجة ممكن تتخيلها جوه المقلوبة ما عدا اللحمة. عاملين مقاطعة للحوم يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عندي رز، عندي كوبايتين ونص رز، المقدار اللي انت عايزه تعمليه طبعا. عندي اتنين بطاطسايه، اتنين بتنجانيه. اعملوها بنفس اللي انا عاملاه المخطط دوت البتنجان. عندي طماطم وبصل وجزر وتوم. وطبعا عندي التوابل. عايزه اقول لكم ان انا ما فيش حد بيحط شطه، بس ذره الشطه اللي انا حطاها دي هتفرق كتير كتير قوي في الطعم. اتمنى تجربوها. طبعا كركم وكاري وفلفل اسود وكزبره وكمون وشطه. وفي ناس بتجيب بهارات الكبسه من عند العطار، بس انا ما جبتهاش. بصوا بقى، زي ما انتم شايفين انا بقطع البطاطس الشرايح كده، مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي. تمام، زي ما انتم شايفين كده. هحطها مكانها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هجيب البتنجان. يا جماعة البتنجان اليومين دول يعني طعمه حلو، وكمان هي طعم الاكلات اليومين دول. يعني احنا عاوزين نعمل بتنجان كتير لانه بيساعد على ان الانيميا تروح، وكمان مغذي جدا وفيه فيتامينات ومعادن. ما يغركوش لونه الاسود ده. ده سواده دليل على انه هو متعتق. قطعت البتنجان زي ما انتم شايفين كده. هقطع التانية. بس عايزه اقول لكم وحشتوني قوي والله. يعني الفترة اللي انا ما صورتش فيها كنت حاسة ان انا بعيد جدا. عايزة منكم بس ان انت الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. بحبكم كتير. اتمنى تدعموني وما تنسونوش دعائكم. رمضان داخل علينا، ربنا يجعله شهر الخير واليمن والبركات على البلد كلها يا رب، ويسعدكم ويجعل ايامكم كلها راحة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا قدحت الزيت او سخنته، وهبتدي احط البطاطس. طبعا انا برصها واحده واحده لاني انا مش هعمل مسقعه مثلا شويه بطاطس كده صوابع، لا. انا بحاول احافظ على كل بطاطسايه بنفس حجمها، مش عايزاها تتهري مني. فعشان خاطر كده انا حاطه الزيت سخن، وحاطه كمان اللهم صل على النبي بطاطسايه. تمام. بصوا بقى هقلبها على الناحيه التانية دلوقتي. هقلبها على الناحيه التانية اهو. زي ما انا قلت لكم ان انا عاوزه احافظ على البطاطسايه. طبعا الاضاءه مش جايباها، بس والله ظلمها كتير لان هي ابتدت تاخد لون. انا مش عاوزاها حمرا قوي، ومش عاوزه كمان ان هي تستوي. يعني هي تاخد ايه لون من الناحيه دي ولون من الناحيه دي، وهطلعها خلاص. اللي هديله لون بجد هو البتنجان، عشان اللون بتاعه الاحمر ده هو اللي هيفرق في الطعم وفي الشكل طبعا. خلاص كده هطلعهم. اصفيهم كويس من الزيت. اطلعهم كلهم. بصوا يا جماعه، انا عاوزه اتكلم معاكم في موضوع البث المباشر. انا بحب في البث المباشر اني اتكلم معاكم. بحب نحكي مع بعض ونتكلم عن قصص، واللي عاوز يتكلم معايا واني انا اعمل بث مباشر قولوا لي واختاروا التوقيت وتعالوا نقعد مع بعض. تعالوا ندردش سوا. صدقوني انا عندي قصص كتير وافكار جديدة وافكار حلوة جدا، ولكن انا بس مستنية اخد مكاني في القناة. لان انتوا زي ما انتوا شايفين الفيديوهات مش جايبة يعني مشاهدات كويسة. بس ان شاء الله بدعمكم ووقفكم جنبي. شفتوا لون البتنجان؟
قناتي هتكبر. اكيد مش هكبر لوحدي، هكبر بيكو، هبقى ايمي بيكو انتوا بس، بفضل الله عز وجل قبل اي حاجه. بصوا زي ما انا قلت لكم، البتنجان لازم يكون لونه احمر. تمام كده زي ما انتوا شايفين. خلاص كده خلصنا البتنجان اهو، زي ما انتوا شايفين اللون. تمام كده، تعالوا بقى ايه نبتدي بقى الحاجه المهمه. هبتدي ارص البتنجان في الحله اهو، زي ما انتوا شايفين. هتبقى قطعه من تحت كده وساندة البتنجانيه على الحله زي ما انتوا شايفين. عقبال ما نرص البتنجان كله ممكن نتكلم مع بعض. ان شاء الله رمضان داخل علينا بالخير باذن الله على الامه الاسلاميه كلها، زي ما انا قلت في بدايه الحديث. وزي ما انا قلت لكم احنا ممكن نخلي كل يوم فيديو في رمضان، وكمان ممكن نخلي كل يوم بس مباشر بعد صلاه التراويح. لو تحبوا بعد صلاه التراويح ممكن نتكلم شويه، ممكن نتكلم واطلع بوش عادي لو انتوا عاوزين، لو انتوا تحبوا. هنتكلم عن حاجات كتير قوي. مش هنتكلم عن حياتنا طبعا، احنا حياتنا فيها اللي مكفيها، ولكن احنا هنتكلم عن حياة الرسول وزوجات الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هبتدي ارص البطاطس، ولو مش عاوزين احنا ممكن نحكي قصص تاني. اللي انتوا عاوزينه يعني اللي انتوا تطلبوه انا هقعد معاكم نتكلم. هبتدي ارص البطاطس. عاوزين نخلي رمضان السنة دي احلى رمضان بوجودكم معايا. بقول لكم ان انا اهو شويه ملح، بمسك كده ذره ملح واحطه وذره فلفل اسود. تمام. هبتدي ارص الجزر والطماطم والبصل. بصوا بقى الطماطم انا قلت مش هتقضي، بس هي ايه، الحمد لله قضت وفاضت، الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. اكله حلوه اقتصاديه صحيح، برضو البتنجان غالي والحاجه، بس يعني بنص كيلو رز انتي ممكن تعبي حله تكفي عيله. فيها خضار مفيد جدا. الجزر، انا لو كان عندي كوسه كنت قليتها نص قلوه. ممكن تحطي قلقاس على فكره، ودي حاجه ممكن الناس ما تتخيلهاش. قلقاس. آه، ممكن تحطي خضره برضو. يعني ممكن المقلوبه دي تاخد حاجات كتير جدا. حطيت توم ان انا وريته لكم اول الفيديو. هحط بقيه البطاطس. بقيه البطاطس الاول اهي، ابتدي ارصها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان انا اكون لو حاجه بسيطه قدرت افيد، ولو البنوتات اللي لسه طالعه جديد اللي ما بتعرفش تطبخ. كل واحد فينا مدلع بناته طبعا. هبتدي بقى احط برضو شويه ملح وشويه فلفل اسود. انا حاطه هنا فلفل اسود كتير قصادي عشان ارش على الاكل فلفل اسود. خلاص كده هبتدي احط الرز اهو. انا موريكم الفيديو من اوله، ما قطعتش حاجه، ما سرعتش في الفيديو عشان يبقى فيديو كامل من اوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده هي استوت. أنا حطيتها على النار على فكره. في لقطه وانا بغطيها اكيد هتيجي تاني، يعني حته مقطع اتحط قبل مقطع. ادي شكلها. هبتدي اقلبها اهو. بصوا مش عارفه امتلك في الحله، بس هقلبها برضو. بص اهي. يلا هنقلبها. هاجي افتحها برضو سخنه، هضطر ان انا اشيلها بالمعلقه. خبطي بقى عليها، خبطي يا ايمي. لو كان مهران هنا كان اشتغل تخبيط. يلا الحمد لله رب العالمين. بصوا همسكها بالمعلقه، مش هعرف بقول لكم واحد اتنين تلاته هنبتدي. بصوا بقى الشكل، اتفاجئوا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. بصوا شكلها، اللهم صل على النبي. بصوا اهي.
شكل ولون وطعم كمان. انا اللقطه اللي انا بحط فيه الملح والزيت على المقلوبه، معرفش راحت فين، بس انا هحط التوابل والملح والزيت من فوق وهغطيها. عاوزين حاجه؟ سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. اوعوا تنسوني باللايك. مع السلامه.